اهلا اعزائي متابعين فيديو جديد وتأليف جديد من عيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار تقيل جدا، والنهارده في الفيديو ده انا هنزل لكم ملخص قصة عباس المتهم الهارب. ملخص القصة هتقول لي في واحد دلوقتي من اعزائي المتابعين هيطلع كده يسألني سؤال: وانت يا مؤلف يوسف القناص ليه ما نزلتش تأليف الحلقات بتاعت قصة عباس المتهم الهارب؟ رد عليه وأقول له: أنا ألفت القصة لكن ما نزلتهاش على يوتيوب. ألفتها في دماغي لكن ما ألفتش التأليف ده ونزلته على يوتيوب، أو ألفتها ورقيا عادي. يعني أنا في قصص بكتبها على الورق بإيدي، قصص تانية بكتب تأليفها على الواتساب زي ما انتوا بتشوفوا في كل فيديو. بالمناسبة، الناس المتابعين اللي ما اتفرجوش على فيديو سبب انشاء قناة قناص اديتور، انت فايتك كتير جدا. يا ريت تتوجه بسرعة للفيديو وتتفرج عليه عشان تفهم كل تفاصيل انشاء قناة القناص اديتور، وتبقى عارف ان قناة القناص اديتور ما هيش معمولة للهبل ولا للعبط ولا للناس المتخلفين عقليا. قناة معمولة لهدف معين ولغرض خاص. القناة دي احنا تعبانين فيها بقالنا سنة كاملة، اجتهاد، تعب، كفاح، مثابرة، كل ما تتخيل، كل انواع التعب. احنا حرفيا دقنا المر وشربنا المرار وكافحنا بكل ما لدينا من طاقة، وعافرنا وطلع عينينا عشان خاطر نوصل ل130 مشترك النهارده، ولسه مكملين. واتمنى نوصل قناة اليوتيوب دي لمليون مشترك يا اعزائي المتابعين. احنا تعبنا جدا وكافحنا جدا وصبرنا جدا، وان شاء الله ان الله لا يضيع اجر من اجتهد. واحنا اجتهدنا وتعبنا وعافرنا. يا ريت يا اعزائي المتابعين تحطوا لايك لو ما حطيتوش، وكومنت جميل من قلبكم، وتدعموا القناة. وشكرا شكرا للشعب العراقي، شكرا لشعب دولة العراق اللي بيدعم قناة القناص اديتور. انا بحبكم من القلب يا اعزائي المتابعين. ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم زي ما انتوا فرحتوني وساعدتوني في نهضة قناة القناص اديتور. هنزل لكم ملخص على الديسكريبشن، ومستني اللايك الجميل بتاعك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.